شو هي توقعاتك لأعمال الدراما السورية لموسم 2025 وشو العمل يلي بتتوقع يكون ترند لهالموسم؟ هلا في كذا عمل هي السنة، بس أنا على الأرجح في للأستاذة رشا مطبخ المدينة، على ما أعتقد هيك اسمه. بتوقع ياخد ضجة إعلامية كبيرة. وفي العميل مسلسل حلو رائع جدا، الأستاذ أيمن زيدان كمان وجه له تحية. في كذا عمل إن شاء الله هي السنة إن شاء الله موفقين كلهم يا رب. بتوقع مسلسل العميل راح يكون ترند الموسم. هلا عم نقرا والله على الصفحات انه في مسلسل العميل، يعني شغلي قال ملفت للنظر، ايمن زيدان ونخبه من الممثلين، فيعني عم يقولوا انه شيء ملفت للنظر، فمتوقع يكون هو التوب يعني. هلا توقعات ان شاء الله تكون احسن. هلا هو يعني مو مبين، بس على هو السنه اللي مرقت كان شيء جيد، يعني بيظل اولاد بديعه والعربجي. بس السنه هي لسه ما بنعرف، بس بتوقع على الاحسن لانه دراما السوريه بتضل. فلو انه خفت شوي يعني، بس هي خفت ولكن مو اختفت، فربما الى نهضه، بجوز تكون الى نهضه كبيره. شو هي توقعاتك لأعمال الدراما السورية لموسم 2025 وشو العمل يلي بتتوقع يكون ترند لهالموسم؟ هسه عندنا الأعمال الجديدة، عندكم مثلا مسلسل العميل اللي يطلع فيها الأستاذ أيمن زيدان. أعتقد راح تكون ترند هالسنة، مسلسلة قوية كثير. والله هلا هي بشكل عام الأعمال السورية كلها صايرة بترفع الراس، أشهد بالله. وكل سنة برافو عم يطوروا من مخرجين، من كتاب، من ممثلين، يعني الأمور متوقع أنه تكون أفضل من 2024 وأفضل من اللي قبلها. كل سنة في مسلسلات عم تبقى أقوى من اللي قبلها يعني. فالدراما بسوريا بشكل عام هي كتير ممتازة صايرة. هلا نحن شفنا السنه الماضيه 24 كانت بادره خير، فان شاء الله حتكون سنه ال 25 حتكون احلى وحتكون اقوى. بس بتوقع الست رشا حيكون عندها شيء السنه، مطبخ المدينه، وهي كل سنه بتعمل اعمالها ترند، فبتمنى النجاح للكل. حاليا العميل، وبتوقع مطبخ المدينه يكون ترند السنه. شو هي توقعاتك لأعمال الدراما السورية لموسم 2025 وشو العمل يلي بتتوقع يكون ترند لهالموسم؟ هلا لا الحمد لله، هيك الدراما السورية نازلة بقوة. اي صارت احسن ان شاء الله من السنين القديمة. فهلا انا بتوقع والله العميل، مسلسل العميل يعني اخذ الترند. شو هي توقعاتك لأعمال الدراما السورية لموسم 2025؟ شو العمل يلي بتتوقع يكون ترند لهالموسم؟ مسلسل العميل اكيد. هلا اول شغله انا حاب احكي شغله انه يعني المسلسلات السوريه بالذات والدراما السوريه صارت في القمه وهي دائما بالقمه. طبعا الدور اللي عم تقدمه المخرج رشا شربتشي هو دور مميز، عم بتناسق بين جيل الشباب والصبايا وجيل السوشيال ميديا اللي طالع جديد، تمام، والواقع اللي عم نعيشه حاليا.